يا مساء الجمال والدلع، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم بإذن الله. النهاردة هنعمل وصفة للبسكوت الاقتصادي، مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هجيب بولة وهنزل ببضاية واحدة وتلت كوباية من السكر. أنا مستخدمة الكوبايات المعيارية، وممكن لو مش عايزين البسكوت مسكر قوي تستكفوا بربع كوباية بس، ورشة فانيليا، ربع كوباية من الزيت، وهنزل بمعلقتين كبار من السمنة تكون ساقعة ومرملة من التلاجة. هبدأ أقلب المكونات وأخلي السمنة تدوب وانا بقلب على قد ما اقدر. انا هنزل بباقي المكونات وانا بقلب في السمنة. نزلت بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهستخدم كوباية وربع من الدقيق. بس هنزل الاول بكوباية من الدقيق وهسيب الربع على جنب. هنزله بالتدريج على العجينة لحد ما العجينة احس ان هي مش محتاجة دقيق تاني. نزلت بالكوباية الدقيق وبدأت أقلب لحد ما السمنة والدقيق يدوبوا خالص في الخليط السائل. بعد كده أشوف العجينة بتاعتي محتاجة دقيق تاني ولا لأ. وأنا بالنسبة لي كده نزلت بمعلقتين كبار تاني من الدقيق، وهقلب العجينة لحد ما الدقيق يختفي. وبعد كده هبدأ أقسمها نصين. احنا بس مجرد ان احنا بنقلب العجينة بس مش بنعجن. هقسم بقى العجينة نصين عشان هعمل نص بالشوكولاتة ونص بالفانيليا. نزلت بمعلقة من الكاكاو الخام وهقلب العجينة لحد ما الكاكاو يدوب خالص. بالنسبة لي كده ان العجينة لسه محتاجة دقيق، فنزلت بمعلقة صغيرة من الدقيق. طيب اعرف منين ان العجينة خلاص مش محتاجة دقيق وان هي تمام كده؟ لما ابدأ ان انا اكورها بالسباتيولا كده وتبقى كورة معايا في الطبق، ما تفرش مني تاني. بصوا هي كده بقت كورة كده ناعمة وما فرشتش في الطبق. هرجع بقى تاني للعجينة اللي بالفانيليا وهنزل عليها زي ما نزلت بالعجينة اللي بالشوكولاتة. نزلت بمعلقة من الدقيق بدل طبعا الكاكاو، معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة تانية من الدقيق. طبعا زي ما قلتلكوا الربع كوباية الدقيق معانا على جنب، مش هنحطه كله مرة واحدة، بناخد منه على قد احتياجنا. همسك بقى العجينة وابدأ اكورها بايدي كده، الفانيليا والشوكولاتة، وبعد كده هدخلهم التلاجة ربع ساعة يبقوا ساقعين. طبعا البسكوت لازم يبقى ساقع قبل ما يخش الفرن، ودي خطوة مهمة عشان يبقى مقرمش معانا ومش طري، وكمان عشان اقدر اشكله بسهولة. جبت بقى صاج ودهنته مادة دهنية وسبته على جنب. هرجع بقى للعجينة اللي انا سايباها في التلاجة وهطلعها من التلاجة وهبدأ اشكلها. انا بالنسبة لي حبيت اعمل شكل كده تبقى البسكوتة نفسها فيها فانيليا وشوكولاتة. حطيت 3 دواير من الفانيليا و3 دواير من الشوكولاتة، وبدأت ابططها بايدي بالشكل ده واخليها شكل دائري على قد ما اقدر. نعمل مع بعض واحدة تانية. نحط 3 كور من الفانيليا و3 من الشوكولاتة وهنبططهم بايدينا. انا بالنسبه لي سبت كام واحده كده بالشوكولاته بس عشان انا بحب الشوكولاته اكتر، فعملت كام واحده بالشوكولاته بس. انتوا بقى لو عايزين يعني تقسموا جزئين بالفانيليا بس وبالشوكولاته بس ومش حابين تعملوا الشكل ده، مفيش اي مشكله، زي ما تحبوا اعملوه. هو سهل جدا واقتصادي، مش هياخد منكم 10 دقايق في المطبخ، والطعم رهيب خصوصا وهو لسه طالع من الفرن. بس سيبوه يبرد في الصاج شوية عشان يبقى مقرمش معاكم مش طري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.